السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. تركزوا معايا بقى كويس جدا كويس جدا. الليلة دي مش بكرة ولا بعد ولا دي، هي بدأت خلاص. ليلة النصف من شعبان. وفي الصحيح عند الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى النهارده الليله هيتغفر لكل الناس الا النوعين: واحد مشرك وتاني مشاحن. يعني ايه مشرك؟ مشرك يعني بيشرك بالله شيء، قلبه متعلق بحاجه تانية، ممكن يسمع كلامها، ممكن يبدي كلامها عن كلام ربنا. واخطر شرك الهوى، انك تشرك مزاجك ورغبتك والحاجات اللي بتحبها عن اوامر ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى ربنا بيأمرك بحاجه بس انت بتحب حاجه تانية فتعمل الحاجات التانية. اوعى، خد بالك لو وصلتك انك تتريق على امر ربنا او ترفضها وتقول لا مش موجوده اصلا، يعتبر شرك. فخد بالك. ادي اول حاجه. تاني حاجه: الا لمشرك او مشاحن. مشاحن يعني ايه؟ يعني واحد ما بينه وما بين بعض الناس، او واحد حتى مش مشكله، كراهيه وبغضاء وحقد. اوعى يكون ما بينك وبين حد كده مهما كان السبب. فخلينا النهارده ناخد حاجتين عشان ناخد بقى المغفره اللي نازله دي. واحد: لو كنت بتشرك بالله شيء تعلمه فلازم تبطله النهارده. لو نفسك كده هواك بيوديك لحاجه، قول لا لا يا رب، انا النهارده هبدا اعمل اللي يرضيك انت. ادي واحد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. قولوا النهارده. طيب وايه كمان؟ لو ما بينك وبين حد عداوه او بغضاء، حتى لو كان هو السبب فيها، حاول تسامحه ما بينك وبين نفسك على الاقل. حتى قول يا رب انا سامحته، هو حتى لو ما جاليش يا رب انا النهارده سامحته. طيب لو انا كنت فيها انا السبب، يا اخي اياكش تبعت له رساله وتقول له طب خلاص صلي على النبي وانا اسف ونعديها. فباذن الله نحصل على مغفره ربنا اللي نازله النهارده. طب وايه كمان؟ طب بما ان ربنا سبحانه وتعالى يبغض الشحناء العداوه دي، فاكيد هيحب ان احنا نحب بعض. فما تيجوا كده النهارده نعمل حاجه جميله قوي في الكومنتات تحت كده. اعمل منشن لناس واذكرهم بخير، قول لهم قد ايه نفعوك واسعدوك وكانوا واقفين جنبك او ليهم دور في حياتك مهم. اسعدهم النهارده باذن الله، ربنا يسعدك بمغفرته. انا بحبكم في الله، ربنا يغفر لنا جميعا. اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 تلاقي كل الفيديوهات. السلام عليكم.